حلقة النهارده بقى هنضم سلسلة العمليات الإصلاحية اللي احنا اشتغلناها الحمد لله وربنا وفقنا فيها، والحالة دي بالذات بقى حالة مميزة عندي جدا، إن هو كان زارع أصلا في تركيا في مركز كبير ومشهور هناك، عامل ميجا ستيشن 4000 جرافت، يعني للأسف حصل فيهم هدر كبير جدا، والنتيجة زي ما انتم شايفين كده. دي الصورة بعد سنة من الزراعة في تركيا. طبعا يكاد يكون مفيش ملامح لخط الشعر، يكاد يكون مفيش كثافة على الإطلاق، وكمان مغطاش مساحة الصلع بالكامل، بلس كمان إن هو كان عامل اف يو تي. فطبعا كانت المنطقه المنحى خلاص كده شكرا، يعني انت عامل اف يو تي وعامل ميجا ستيشن اف يو اي. كل اللي انا قدرت اطلعه من الحاله دي، وطبعا بعد فحص ودراسه وتقسيم المنطقه المنحى، لقيت نفسي مش هقدر اطلع منها غير 1200 جراف. بصراحه مع سوء وضعف المعطيات انا ترددت ان انا اخد الحاله دي، وفعلا فكرت ان انا ما اشتغلهاش، بس بامانه يعني الراجل كان مصمم ونازلني من بره مخصوص وخلاص، وهو قال لي بامانه انا راضي منك من اي حاجه، وان شاء الله نصف ربنا وفيك خير. يعني الحمد لله عملت خطه ان انا ازاي هوظف ال 1200 جراف دول، وطبعا حطيت بروتوكول علاجي بعد العمليه، وباذن الله تعالى يعني وقتها كنت واثق ان شاء الله ربنا هيكرمني فيها ويوفقني، والحمد لله دي كانت النتيجه بعد 8 شهور بس من زراعه 1200 جرافت، بعد فشل 4000 جرافت ميجا سيشن زراعه في تركيا. فالحمد لله لا احنا هنا في مصر بنصلح دلوقتي عمليات فشل في تركيا، وقادرين ان شاء الله ان احنا نواجه العالم كله ونعرض صوره مشرفه جدا عن زراعه الشعر في مصر، وباذن الله هتلاقوا مننا نتائج كويسه جدا الفتره الجايه هننافس بيها فعلا المراكز العالميه في كل حته في العالم.